أبوك البصل وأمك التوم، منين يجيلك الريحة الحلوة؟ كان في واحد عايش مع أبوه وأمه، وكانوا هما سبب همه كله. الأب كان شغال فلاح، ومفيش يوم يمشي فيه في البيت إلا وماسك في إيده بصل، كل هدومه وحتى ريحة البيت بقت بصل. وأمه كانت بتحب تطبخ طول الوقت، وكانت بتستخدم التوم في كل حاجة، مفيش طبق إلا وفيه توم، لدرجة إن ريحتهم بقت صعبة على كل اللي حواليهم. انت ايه؟ طبخه رجلين جوزك النهارده؟ الراجل ده كبر وسط الريحة يا جماعة، تعود عليها، بس لما جه الوقت إنه يدور على عروسة بدأت المشاكل. البنات كانوا بيهربوا منه بسبب ريحته، والراجل كان نفسه إنه يغير حياته، بس الريحة كانت معندها ومش سايباه. فقرتني وكرهتني في الجواز واللي اتجوزوه. ففي يوم راح يشتكي لخالته وقال لها: يا خالتي، أنا مش فاهم ليه محدش بيقرب مني، كل البنات بتقولي ريحتك صعبة. فخالته ضحكت وقالت له: يا واد، أبوك البصل وأمك التوم، هتجيب الريحة الحلوة منين؟